بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم حبايبي في قناة كروشيه منون. النهاردة مشروعنا او وحدتنا النهاردة هتكون الوحدة الجميلة دي. الوحدة دي بصراحة وحدة جميلة جدا، مناسبة جدا للبطاطين، للمفروشات، للمفارش. نقدر نعمل منها سكارفات، بطاطين بيبي، بطاطين كبيرة. هي وحدة جميلة جدا. مناسبة طبعا لبطاطين البيبي، لان هي دي بطاطين اللي دايما يبقى فيها وش حيوان او حاجة، بناخد الدايرة دي ونرسم عليها وش الحيوان، فهي مناسبة جدا. او نرسم الايموجي ال ال بتاع بتاع الفم الضاحك ده، نرسم هنا البق بتاعه. هتطلع جميلة برضو جدا. هي غرزة سهلة وبسيطة. الفكرة بتاعتها كلها ازاي احول الدايرة، احولها لمربع، اعمل له 4 زوايا واحولها لمربع. بسيطة وسهلة وفي نفس الوقت جميلة. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتكتبوا لنا كومنت، بنحب نسمع رأيكم وتعليقاتكم. ولو احنا مستعدين يلا بينا. هشتغل بخيط هيمالايا، هشتغل باللون البينك وباللون الابيض. هستعمل ابرة 3 ملم، وطبعا المقص وابرة التنظيف. وهستعمل معاكم الماركرز بس علشان للتوضيح، لكن في العادي ان شاء الله مش هتبقي محتاجة الماركرز، لكن انا هستعملهم معانا للتوضيح. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بعمل عقدة البداية بالطريقة اللي احنا متعودين عليها، بس مش هشدها للاخر، هتبقى كده بس. هحط الابرة بتاعتي وهبدأ في الحلقة. هرتفع 1 2 3. 3 سلاسل دول انا مش هعتبرهم سلاسل ارتفاع، انا هعتبرهم سلاسل ارتفاع مش من العد بتاعي. هلف الخيط على الابرة وهدخل جوه الحلقة بتاعتي، اعمل عمود بلفة. معايا 3 حلقات، هطلع من حلقتين وكمان حلقتين، هلف الخيط تاني وهنزل اعمل عمود بلفة تاني. هكمل جوه الحلقة 12 عمود بلفة. انا كملت ال 12 عمود بلفة. هقفل الدايرة بتاعتي كده، وهبدأ اقفل الدايرة. هنهي في اول عمود، انا هتجاهل سلاسل الارتفاع وهنهيه في اول عمود زي ما انتوا شايفين هنا كده. هنهيه في اول عمود بغرزة منزلقة. يبقى كده انا خلصت السطر الاول. هرتفع 1 2، دول سلاسل ارتفاع انا مش هعتبرهم من العد بتاعنا. وهنبدأ نعمل السطر التاني. السطر التاني في الدايرة احنا بنعمل فوق كل عمود 2 عمود. يبقى انا هلف الخيط على الابرة وهنزل على اول عمود، هعمل 2 عمود، 1 2، بعمل تزايد. هلف الخيط على الابرة وهنزل في الغرزة اللي بعديها، هعمل 2 عمود، 1 2. لف الخيط على الابرة، الغرزة اللي بعديها هعمل فيها 2 عمود. يبقى انا المجموع بتاعي في اخر السطر هيبقى 24 عمود. هكمل التزايد لاخر السطر ونرجع. رجعت بعد ما خلصنا السطر التاني. هنقفل زي ما اتفقنا، بنهمل الارتفاع اللي هما السلسلتين دول، وبقفل في اول غرزة بغرزة منزلقة. هرتفع 1 2، ودول سلاسل ارتفاع ملهمش علاقة بالعد بتاعي. وهلف الخيط على الابرة وهنزل اعمل تزايد في اول عمود، 1 2. العمود اللي بعد الغرزة اللي بعديها هعمل فيها غرزة عادية من غير تزايد. وبعدين السطر الغرزة اللي بعديها هعمل فيها تزايد. يبقى انا السطر الثالث هعمل غرزة تزايد وغرزة ما فيهاش تزايد.
ده التكوين بتاعي اللي هعمله كل سطر، كل غرزة يعني طول السطر هعمل تزايد عمودين في نفس المكان وعمود فوق العمود، عمودين في نفس المكان وعمود فوق العمود. المجموع بتاعي في نهاية السطر هيكون 36 لاني انا كده هزود 12 عمود. التزايد بتاعي هيبقى 12 عمود، يبقى كده في نهاية السطر هيبقى 36 عمود. كده وصلنا لنهاية السطر الثالث. نهاية السطر الثالث هنقفل برضو في اول غرزة بدأناها وهنهمل سلاسل الارتفاع. انا بعمل كده علشان يبقى شكل الدايرة منتظم وما يبقاش فيه اثر للبداية والنهاية، ما تبقاش واضحة. زي ما انتوا شايفين الدايرة شكلها منتظم والبداية والنهاية مش باينة. انا كده خلصت ال3 سطور بتوعي. معانا سن الخيط بتاعنا، وهبدأ اخفي الخيوط دي بإبرة التنظيف. هاجي بقى احط الماركر بتاعي علشان الخطوة دي انا بعملها لان انا بشرح، لكن في العادي انا ما بعملهاش، انا بشتغل على طول. عدد الغرز دي 36. انا لو قسمتهم على 4 عشان عايزة يبقى عندي 4 زوايا هيكون رقم 9. هحط في اول غرزة خالص العلامة بتاعتي وهعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. في ال9 هحط العلامة التانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نحط العلامة التالتة 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نحط العلامة الرابعة. اللي هيتفضل كام غرزة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 غرز. يبقى انا كده حددت الاضلاع بتاعتي انا هحطها فين، او الكورنرز بتاعتنا، ال4 كورنرز بتوعنا. نشوف بقى هنكمل ازاي. هجيب اللون التاني ونشوف هجيب الخيط بتاعي وهدخل فيه من مكان ما انهيت وهطلع اعمل سلسلة 1 2 3. هعتبر دول اول عمود وهاخد في نفس المكان عمود تاني. في الغرزة اللي جنبيها هاخد عمود. يبقى كده اول غرزة عملت فيها 2 عمود، الغرزة اللي جنبيها عملت عمود، وبعدين 2 نص عمود. 2 نص عمود انا باخد ال3 لفات بطلع منهم ال3 لفات مع بعض. طبعا احنا عارفين نص العمود ارتفاعه سلسلتين، هاخد لفة على الابرة هطلع من الاتنين مع بعض، يبقى هعمل 2 نص عمود. وبعدين هرجع تاني اعمل كده من غير لفة، هعمل غرزة حشو وكمان غرزة حشو، يبقى كده 2 غرزة حشو. هرجع تاني اكرر اللي انا عملته، هعمل غرزة نص عمود وبعدين كمان غرزة نص عمود، وبعدين ارجع تاني اعمل غرزة عمود، وبعدين اجي للزاوية اعمل فيها التزايد بتاعي. التزايد بتاعنا بيبقى عمود وارجع تاني اعمل عمود في نفس المكان، اعمل سلسلتين وارجع في نفس المكان اعمل عمود وكمان عمود. يبقى انا غرزة الزاوية هي عبارة عن صدفة،
2 عمود، سلسلتين، 2 عمود، قبليهم في عمود. يبقى انا لسه هبدأ الضلع التاني ده هعمل فيه اول حاجة خالص هعمل فيها عمود. يبقى انا ما عنديش تزايد غير في مكان الزوايا بس. هاخد 2 نص عمود. انا بعيد معاكم تاني اللي انا عملته في السطر في الضلع اللي فات. وبعدين 2 حشو، وبعدين تاني 2 نص عمود، وبعدين عمود، وهنا غرزة الضلع هعمل فيها او الزاوية اقصد، هعمل فيها عمود وتزايد عمود، سلسلتين، واعمل تزايد تاني كمان 2 عمود عشان اكون الصدفة بتاعة الزاوية. يبقى كده انا عملت الزاوية التانية. هنكمل بنفس النظام وارجع لكم. رجعت اكمل معاكم الاتجاه ده. انا عملت الضلع الاخير، فاضل الضلع الاخير، عملت عمود في الزاوية، هرجع اعمل جنبيه عمود تاني علشان اكون صدفة. الصدفة اللي هي متكونة من 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود. اول زاوية جنبيهم او اول غرزة جنبيهم هعمل فيها كمان عمود. الغرزة اللي جنبيها هعمل فيها نص عمود. الغرزة اللي جنبيها هعمل فيها نص عمود. يبقى 2 نص عمود، 2 حشو، 2 نص عمود. هيتبقى لنا عمود والزاوية الأخيرة. احنا كنا عملنا نصها، فاحنا دلوقتي بنكمل النص التاني. هنعمل سلسلتين او هعمل سلسلة واحدة وهلف الخيط على الابرة وهدخل في تالت سلسلة ارتفاع علشان اعمل نص عمود. انا بعمل كده عشان اطلع في النص. كده الوحدة بعد ما خلصناها. اتمنى تكون سهلة وبسيطة وسهلة التنفيذ، تقدروا تنفذوها بسهولة. يا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتكتبوا لنا تعليق. بنحب نسمع تعليقاتكم وآرائكم عن القناة. ولو عملتوا اي حاجة ياريت تنزلوها على جروب القناة ملتقى فن الكروشيه. ببقى سعيدة ان انا اشوف اي اشغال من اشغالكم. ومع السلامة في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله.